السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما وعدناكم في الفيديو ده إن شاء الله هنتكلم عن مشكلة كبيرة جدا بتواجهنا في حياتنا كلنا، وهنعرف إيه حلها المثالي، وهي معضلة اتخاذ القرار أو مشكلة اتخاذ القرار بشكل عام. طبعا أنا كنت وعدتكم إن إحنا هنبني سيميوليشن بلغة راست أو سيميوليتور كامل بلغة راست علشان نشوف إيه أفضل حل لمعضلة السجناء ومعضلة اتخاذ القرار. بس خلينا الأول قبل ما نتكلم عن السيميوليتور هنتكلم سريعا كده عن إيه هي أصلا معضلة السجناء وإيه معضلة اتخاذ القرار. شوفوا يا جماعة، لو في 2 مساجين والاتنين المساجين دولت أنا جيت عرضت عليهم كدولة إنه أول واحد لو أنت اعترفت على زميلك وهو ما اعترفش عليك أنت هتطلع براءة وهو ياخد 10 سنين سجن، ولو أنت اعترفت على زميلك وهو اعترف عليك أنتوا الاتنين هتاخدوا حكم مخفف 5 سنين سجن. ولو انتوا الاتنين ما اعترفتوش على بعض مش هتتعاقبوا بالتهمة الموجهة ليكم، ولكن هتتعاقبوا بتهمة أخف خالص اللي هي تهمة عدم التعاون مع السلطات، وهتاخدوا 1 سنة سجن. ومن هنا تيجي معضلة السجناء. معضلة السجناء بتقول إنه النفس البشرية أو الطبيعة البشرية دايما هتختار عدم التعاون بشكل مطلق يعني أو بشكل عام. ليه؟ لأن أنت ما انتش واثق في الشخص التاني إنه يتعاون معاك أو لا. يعني أنت دايما هتختار، أو معظم الناس هيختاروا عدم التعاون والاعتراف على الطرف الآخر، وهم في الاتنين في الحالتين هيختاروا نفس الاختيار، وهم الاتنين هينتهي بيهم المطاف إن هم ياخدوا 5 سنين سجن. في حين لو كانوا تعاونوا مع بعض كانوا هياخدوا 1 سنة بس سجن اللي هو حكم مخفف بتهمة عدم التعاون مع السلطات، لأنك ما انتش ضامن الشخص التاني هيتعاون معاك ولا مش هيتعاون معاك. لو خدنا الموضوع ده بره معضلة السجناء وطلعنا على مستوى أكبر شوية ودخلنا في معضلة اتخاذ القرار، هنعرف ليه ان في دول كبيرة جدا ما بترضاش ان هي تنهي وجود اخصامها من الوجود. ليه مثلا اثناء الحرب الباردة وخصوصا في بدايتها امريكا ما قضتش تماما على الاتحاد السوفيتي باستخدام النووي؟ هل ده كان يعني انسانية منهم؟ لا اطلاقا. الموضوع له علاقة بمصلحة امريكا نفسها. بس ازاي نعرف انه له علاقة بمصلحة امريكا نفسها، او ازاي نعرف انه القرار ده كان في مصلحة امريكا ما كانش في مصلحة الاتحاد السوفيتي؟ لازم ندرس بشيء من التفصيل معضلة اتخاذ القرار وحاجة كمان اسمها الجيم ثيوري. في عام 1980 روبرت اكسلرود كان عاوز يعرف ايه بالظبط الحل للمعضله ديت. روبرت اكسلرود اللي ما يعرفوش هو بوليتيكال ساينتست، وكان عاوز يعرف ايه افضل استراتيجيه في التعامل مع الادفيرساريز او مع الخصوم خصوصا في اوقات الحروب. فعمل او نظم كمبيوتر تورنمنت ودعا كل الاليت جيم ثيوريست اللي في العالم كله ان هم يكتبوا له استراتيجيز او خوارزميات تتصارع مع بعضها علشان تقدر تطلع بحل فائق أو superior يقدر يتغلب على كل الحلول. بمعنى إيه؟ لو أنت بتدعي أن أنت صانع السلام، أنت استراتيجيتك في الحياة أن أنت شخص محايد وصانع للسلام وما بتتدخلش في أي حاجة تانية وما بتردش حتى على العدوان، إيه اللي هيحصل لما يجي حد تاني يعتدي عليك؟ انت مش هترد، وبالتالي هو هيكسب ومش هيخسر اي حاجه، فهيفضل يعتدي عليك وهيفضل يعتدي عليك وهيفضل يعتدي عليك لحد ما انت تنقرض تماما من الوجود. فاذا الموضوع ملوش علاقه انت بتحب ايه، الموضوع له علاقه اكتر انت مضطر تعمل ايه عشان تبقى. يبقى الموضوع هنا existential crisis او existential problem. ولما نيجي نقول جيم ثيوري احنا ما بنقصدش العاب الفيديو خالص، احنا بنتكلم في اتخاذ القرار على مستوى دول وعلى مستوى شركات، والموضوع كبير جدا. العقل البشري عموما تفتق عن حوالي 50 استراتيجية مختلفة تماما للتعامل مع سياسات اتخاذ أو صنع القرار. 50 استراتيجية دول بيندرجوا تحت 5 أقسام فقط لا غير. أول قسم هو قسم always nice أو always cooperative. ده قسم اللي هو صانع السلام، أنا اللي هو بوذا في نفسه كده، ما بيحبش يأذي أي حد ومهما عملت فيه مش هيرد، وطبعا ده ما ينفعش. تاني قسم اللي هو الديسبتيف. تمام، الديسبتيف ده الشخص اللي عاوز يأذيك، اللي كل شوية يهاجمك علشان يأذيك بدون أي استفزاز منك له، هو عاوز يكسب مكاسب على حسابك انت. وثالث قسم هو الاوبورتيونستيك اللي هو الانتهازي، وده يختلف شوية عن الديسبتيف. رابع قسم بقى
هو الريتالياتوري. الريتالياتوري اللي هو اللي ما بيسكتش عن حقه، اللي هو اي فور ان اي مثلا. تمام. خامس قسم وهو الاخير تقريبا الادابتيف. الادابتيف ده بقى اللي على حسب انت بتتعامل معاه ازاي هيتعامل معاك. والله اتعاملت معاك كويس هيتعامل معاك كويس، وما اتعاملتش معاك كويس مش هيتعامل معاك كويس. تمام. اعتقد كمان في قسم سادس يعني، بس ده محطوط كده فور فن، وهو الكيوتيك. ليه بقول ان هو محطوط فور فن؟ لان الكيوس او الراندومنس او العشوائيه في اتخاذ القرار مش موجوده بشكل كبير في الدول اللي بتحترم نفسها او في المؤسسات اللي بتحترم نفسها، وانما بتكون موجوده كده علشان تبقى نويز جوه السيميوليشن، او لان في بعض الحاجات الخارجه عن ارادتنا بتحصل في حياتنا ممكن تؤدي لمشاكل زي دي. طيب السيميوليشن ديت طبيعتها ايه او بتشتغل ازاي؟ يعني انا لو مثلا جبت always deceptive strategy او always defective strategy وحطيتها مع always cooperative strategy، ما طبيعي الشخص اللي هو الخاين دايما هو اللي هيفوز، لانه في كل مره بيغدر بصاحبه وبياخد البوينتس ديت، وصاحبه اللي هو البيس ميكر ده ما بيعملش اي حاجه وبالتالي ما بيردش عليه وبالتالي دايما بيخسر والتاني دايما بيفوز. هنا نرجع بقى لطبيعه التركيب البشري المعقده. الناس عندهم حوالي 50 استراتيجيه بيتعاملوا بيها مع بعض في المجمل كده يعني، والكلام ده بينطبق على الناس وبينطبق على الشركات وبينطبق على حتى الدول وبينطبق على وقت السلم ووقت الحرب كمان. فوجود الاستراتيجيات دي مع بعضها بيأثر على الناتج الإجمالي للمحاكاة. يعني وجود شخص ما بيسكتش عن حقه جوه محاكاة فيها شخص شرير وشخص طيب هيخلي أو يقدر إن هو يأثر على السكور بتاع الشخص الشرير جدا، لدرجة إن هو ممكن يخليه يخسر المحاكاة بالكامل. ووجود أشخاص بيتعلموا من أخطائهم في الميكس ده ممكن يخليهم هم نفسهم يفوزوا، او يخلوا الشخص اللي ما بيسكتش عن حقه يفوزوا، او على يفوز، او على الاقل خالص يخلوا الشخص الشرير يخسر. لانه الموضوع ما بقاش مجرد شخص مقابل شخص، ده بقى الاف الايجنتس شغالين كلهم مع بعض في سيميوليشن لمجتمع حقيقي، وكل واحد بيتبنى استراتيجيه مختلفه، وكل واحد بيأثر على غيره وعلى الاخرين بالاستراتيجيه بتاعته دي. فخلينا نبدا على طول ان شاء الله نشوف السيميوليتور، واللي انا بنيته لكم بالكامل بلغه راست بالمناسبه، فرونت اند وباك اند، وهنشوف الكود بتاعه في الاخر ان شاء الله بعد السلسله ما تنتهي. وانا بنيته لكم بشكل يعني جميل جدا كانه لعبه، علشان بس نقرب لحضراتكم الفكره ديت، وهناخد كيسز كتيره جدا بالتفصيل ونشوف سياسه صنع القرار بتتعامل ازاي على مستوى الدول وعلى مستوى الشركات برضو. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يجيلكم تنبيهات لما انشر مشاريع جديدة ان شاء الله. مش هنشر حاجات تضيع وقتكم، دايما هنشر حاجات تفيدكم باذن الله رب العالمين.